السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام. اليوم غنعملوا واحد الوصفة اللي هي صيفية وكتجي لذيذة بزاف. الفلفلة مشرملة ومعها السمك في الفرن كيجي صحي ولذيذ بزاف وفرجة ممتعة. عندي هنايا نص كيلو ديال السمك البقى، كتكون عندي منقية مزيان وغسلتها. هنا عندي نص كيلو ديال الفلفل الحل، كما عندكم خضار حتى هو عملو. هنا غادي نتبل السمك، كنعمل قليل من الملح على هذا الشكل، كنعمل قليل من القزبر والمعدنوس. هنا غادي نضيف له رشه ديال الكمون، قليل من الزيت. في هذا الاثناء كيكون عندنا الفرن ديالنا مشعول كيسخن، وغادي نعمل راس ديال الثوم كنحكو حتى هو مزيان، كنقلب السمك بهذا الشكل. هنا السمك ديالنا كنخليه على جنب. هنا كنجيب الطاوله اللي غندخلوها الفرن، نزل الفلفل على هذا الشكل. هنا كنعمل الطاف ديال الالومنيوم في هذا الجانب هذا، كنزل السمك على هذا الشكل هذا. اثناء كيكون عندي الفرن سخون غادي ندخل السمك والفلفل الفرن 20 دقيقه ونطلقوا مع الشكل ديالو ملي يخرج من الفرن. هنا من بعد ما خرجنا الصينيه ديالنا ديال الفلفل والسمك، الفلفل كنجيب واحد البلاستيك على هذا الشكل، غنعملو في البلاستيكه باش يجينا ساهل في التقشير ديالو. هنا كنعمل البلاستيكه ونشدها بالميكا وكنخليه على جنب. السمك كنغطيه ونطلقوا مع الطريقه كملوا على الوصفه ديالنا. هنا الفلفل ديالنا من بعد ما قشرتها كنزل على قطع الخضره ونقطعها كامله طريفات. هنا الفلفل ديالنا من بعد ما قطعتها كتكون عندي واحد الخلطه، 2 فصوص ديال الثوم محكوكين، شويه القزبر والمعدنوس، 2 معالق ديال الزيت كبارين نباتيين، عندي هنا قليل من الكمون، قليل من البابريكا، قليل من الملح. وكنعمل هاد الفلفل كامل في هاد الخلطه على هاد الشكل. غادي نحرك مزيان. هنا الخليط ديالنا كنعملو في واحد المقله ونعملوه على النار 3 دقائق مع التحريك المستمر. من احسن الخلط كيكون ملعقه خشبيه لانها كتكون صحيه. ونطلقوا مع الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. هذا هو الطبق ديالنا من بعد ما وجد، فهو كيجي اكثر من رائع ولذيذ بزاف وبالصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.